سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. نردد الحديث كثيرا، ما بنقولوش مرة ونجري، لا بنردده كتير. ليه؟ عايزينه يثبت جوه. خلي الحديث ده يثبت في دماغك. خليك وانت قاعد كده تلاقي نفسك فجأة دماغك بتقول لك ايه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، فتروح قايله للناس اللي حواليك: الرجل منا ونراها إلا من رحم ربي. يبقى ماشي في بيته أو في الطريق تلاقيه فجأة إيه؟ بيدندن أغنية، كذا كذا كذا، وماشي يقول. ليه؟ عشان سمعها كتير بقصد أو بغير قصد. إن كان بقصد فتاب الله عليه وعلينا، وإن كان بغير قصد. ليه؟ لأنه ماشي توك توك مشغلها، المحل مشغلها، الفرح مشغلها، كذا مشغلها، فكتر ما دخلت في ودنه عمالة تتقال 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 ومش عاجباه، مش عاجباه. يقول لك كلامها وحش، أو يبقى مهرجانات الكلام الجديد، فيقول لك إيه؟ الكلام بتاع الشباب البايظ، ويلاقي نفسه هو ماشي فجأة إيه؟ بيرددها. ليه؟ دخلت ودنه كتير، الودن امتلأت بها والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن عاد واستغفر سقلت. طب أخطأ نكتة تاني، فإن استغفر سقلت. فإن أخطأ لحد ما يخطئ بقى كتير، مرة واثنين وثلاثة، القلب يغلف. يجي يقرأ قرآن يبقى تقيل عليه، بس نيجي نسمع أغنية من زمن الفن الأصيل نلاقي إيه؟ نتمزج بيها. ليه؟ إنها خلاص بقى ليها مكان جوه. طب الحديث ملوش مكان، فلهذا نردده كثيرا. خلي الحديث يتردد كتير قدامك: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده